السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيطت في مطار القاهرة لما شفت حب الناس لمصر. أنا عمري ما كنت أتخيل إن مشهد عادي في مطار ممكن يخليني أعيط زي الأطفال، بس اللي شفته خلاني أعيد حساباتي كلها، خلاني أفهم يعني إيه كلمة مصر غالية. كنت رايح أوصل أخويا مطار القاهرة، مسافر السعودية يشتغل. كل حاجة كانت عادية جدا لحد ما حصل الموقف اللي عمري ما هنساه. دخلنا بالغلط قاعة الوصول بدل المغادرة. قلت بسيطة هنرجع تاني، لكن وانا واقف هناك لقيت نفسي متسمر في مكاني، مش قادر اتحرك. قدامي كان في مشهد يخلي الحجر يعيط. الناس اللي راجعة من بره مصر من سنين غربة وشوق ووجع، كل واحد داخل القاعة وشه عليه حكاية. في شاب أول ما شاف مراته وأولاده جرى عليهم، رمى الشنطة وحضنهم، كان كأنه بيرجع الحياة من جديد، وهو بيعيط بصوت عالي وعياله ماسكين فيه مش مصدقين انه رجع بالسلامة. واحد تاني أول ما شاف أمه سجد على الأرض وهو بيقول الحمد لله يا رب رجعت لمصر. وست كبيرة وقفت تبوس وش ابنها وتقول نورت بيتك يا حبيبي، نورت مصر يا ابني. وشاب بيجري وبيبوس في الأرض ويقول الله ريحة مصر، ريحة هوا مصر، وبيعيط. اللحظة دي يا جماعة كسرتني من جوه، دموعي نزلت غصب عني، وأنا حتى مش راجع من غربة، لكن حسيت بيهم، حسيت بكل وجعهم وشوقهم، وحسيت إن اللي بيرجع مصر كأنه بيرجع لحضن أمه. وقفت يمكن ربع ساعة مش قادر أتحرك من قدام الباب ولا عارف أوقف دموعي. كنت بتفرج على المشهد مليان حب وحنين وأمان، مشهد يعلمك يعني إيه وطن. ساعتها سألت نفسي سؤال، هو احنا ليه بننسى قد ايه البلد دي غالية؟ ليه بنسيب حد يقلل منها او يشكك فيها؟ دي البلد اللي ناس بتسجد لما تشوفها، اللي ترابها ليه ريحة تانية وصوتها ليه طعم الأمان. والله العظيم يا جماعة مصر دي مش مجرد أرض، دي حكاية كل واحد تعب عشانها، وكل واحد رجع لها وهو بيقول أنا مش قادر أعيش بعيد عنها. بلدنا فيها خير وفيها ناس طيبة وفيها اللي يستحق نضحي علشانه. اللي شفته علمنا حاجة مهمة، اللي بيحب مصر بجد مش لازم يقول كلام كبير، كفاية يحافظ عليها ويخاف عليها ويحب الخير ليها. أنا خرجت من المطار وقلبي مليان مشاعر، بس أهم إحساس فضل جوايا هو إن مصر دي وأمن وأمان، لازم نحافظ عليها ولازم نغير عليها زي ما نحافظ على أهالينا وبيوتنا بالظبط. اللهم احفظ مصر من كل شر، واحفظ أولادها اللي برا واللي جوا، وخلينا دايما جسر الأمل اللي يوصل بين قلوب الناس.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.